السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، وحشتوني جدا. يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. انا حبيت اعمل معاكم بقى عربية الفول عشان السنة اللي فاتت انا عملتها بس ما صورتهاش. النهاردة بقى عاملاها بطريقة جميلة والله تعجبكم، كمان الكاميرا والله ظلموها. احنا ممكن نعملها بفل كده. ده كان بتاع الخلاط متهيألي. دي كان الفل بتاع الخلاط، بس الكرتونة والله هتبقى برضو أحسن وأفضل، لأن البتاع الفل ده بيتفتفت. بس أنا الصراحة كان يعني ده متاح عندي، وأنا عاملاها من السنة اللي فاتت، يعني مجرد إن أنا فكيت القماش القديم. أنا والله المقطع راح، يعني أنا كنت عاملاها يعني وكده السنة اللي فاتت، فكيت القماش القديم وحطيت لها القماش الجديد ده. القماش ده برضه كان عندي من السنة اللي فاتت، بس كان استخدامه يعني كنت بحطه كده على الحيطة، بس بينسل كده فشلته وقلت اعمل بيه عربية الفول. والله جميلة يا جماعة، الكاميرا والله ظلمة بخطوات بسيطة، يعني بسيطة. انا اللي كان تعبني فيها ان انا كان الاولاد بقى عاملين دوشة جنبي ومش عارف ايه وكان بتعيط وكل شوية اسيبها، لكن هي والله سهلة مش هتاخد منكم وقت خالص. بس وهتعجبكم والله احسن من اللي هي بره دي، وبتحسسك برضو باجواء رمضان. جميلة جدا. وانت اللي عاملاها بايدك يعني والله، وسهلة يعني. اعمليها بكرتونة، لو ما عندكيش فل اعمليه بكرتونة. يا رب يعود علينا وعليكم الأيام بخير، وربنا يجعل الأيام كلها وكل أيام رمضان خير وبركة وسعادة يا رب علينا وعلى أمة محمد أجمعين يا رب إن شاء الله. أنا الفيديو ده صورته والله، يعني أنا كنت عاملاها. الجزء ده عملته، وفي جزء بقى تاني ما كملتوش. ساعتها النجفة بتاعت الأوضة ولعت، فاضطريت طبعا ان انا فصلت، وطبعا ما قدرتش ان انا اكمل بعديها وكده. ف لان النجفة ولعت ووقعت، فخلاص يعني انا فصلت، ما قدرتش ان انا اكمل. فجيت بقى خلاص ان انا ان شاء الله باذن الله كده اكمل معاكم بقى عربية الفول. هنا يا جماعة، يعني انا مش بصراحة ما شفتش القماشة هي قد ايه وكده، بس هي متهيألي ما تجيبش المتر، يعني انت حسب الحجم اللي انت عايزاه يعني. انا عاملة الحجم ده كبير، انت بقى عايزاه حجم اصغر، عايزة كده تمام، ممكن شغال تعملي بأي حجم. والكراتين يعني يعني انا اللي استخدمته فيها كراتين، اللي هي الكرتونة دي، وازازتين بيبسي. ازازتين بيبسي والعصيان بتاعة الشيش طاووق. بس ما يعني ما كانش في حاجات تاني. يعني ما فيش حاجة مش هتشتريها ولا الكلام ده خالص، حتى لو ما عندكيش المسدس الشمع ده. انت بتجيبي الصوابع الشمع وكده، وبتسيحيها وتلزقي بيها عادي. يا رب الفيديو يعجبكم وان شاء الله يا رب، يعني فيديوهاتكم بتعجبكم. ويا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس، واختاروا الكل عشان يوصلكوا كل جديد. بحبكم جدا. هنا انا كده تمام، بقول لكم انا خلاص كده قفلتها. في هنا فتحة قديمة اللي هي بتاعت ما قلت لكم كنت عاملاها السنة اللي فاتت. تمام. سوري بقى على التصوير وكده، كان مروان واقف عند الكاميرا ومش واخد باله ان هو اساسا مش مبين يعني المفترض الكاميرا كانت تبعد شوية اكتر من كده. هنا هي بص الازازة. انا بجيب الازازة كده. تمام. انا هنا فتحت فتحة في القماشة اهي قدامكم. فتحتها هنا، بقطع الازازة، هتقطعي الجزء الاولاني اللي هو من فوق ده. هتقطعيه اهو، بص كده يا جماعة، سهلة بالمقص عادي، لو في قطر مفيش مشكلة. وهتاخدي الجزء اللي هو من تحت. الجزء اللي في النص ده خلاص احنا مش بنحتاجه. احنا كده خدنا الجزء اللي فوق، وهناخد اللي هو الجزء اللي تحت. تمام. تمام. وان شاء الله يعني اذا لحقت، يعني انا مش عارفه، انا لان انا بعمل حاجات كتير ما بلحقش. بص هتدخله دي في دي كده اهو. وبعد كده احنا يعني اهو انا دخلتهم، بس انا بحاول ان انا ما اطولش الفيديو اكتر من كده. انت بتدخلي دي في دي، وهتتعمل معاكي. انا هوريكم في التانية عشان الحتة دي كده اتقطعت. هتشوفي في الازازة التانية وانا بعملها. كده انا عملت اهي دي. تمام.
هي كان عمالة تعيط وباباها معاها، بس هو الظاهر يعني الظاهر ان هو سايبها على الكنبة عمالة تعيط وسايبها ما شالهاش. فهي ايه سكتت كده يبقى هو شالها. فهنا بصي بقطع الزيادات. انا ليه عملتها بالفويل؟ انت ممكن تعمليها بجلاد عادي، بس انا المتاح الصراحة كل ما اجي اقول اعملها الاقي ايه حاجة يعني ناقصة قدامي، فانا خلاص قلت اعملها. اي حاجة قدامي عملت بيها. انا عملت اسمه ايه، بالفويل. انت ممكن تعملي بجلاد في اكياس الشيبسي، ولا كنت مصورها لكم في الاول، بس طبعا انا عماله اعمل كده يعني بحسب الكاميرا جايباني، بس يلا. كنت جايباه في الاول كيس الشيبسي والبان، انا اوريكم ممكن تستخدموه كده. انا ببص ما لقيتش المقطع ده اصلا، لان المقطع ده كان في الجزء الاولاني ساعه لما بقول لكم النجفه وقعت وكده، ما لحقتش اكمل الفيديو. ففي حاجات ما اعرفش ما لقيتهاش اصلا، الفيديو ما لقيتهوش، ما لقيتش الا المقطع الاولاني بس اللي انا قلت لكم ايه عليه. دي اهي في جزء طبعا انا كنت قصاه المره اللي فاتت. دي ممكن ما تستخدميش شمع، يعني انا هوريكي دلوقتي في التانية وكده انا مش هستخدم شمع. انا هحفر لها حفرة وايه وهنزلها تحت كده. الاتنين هيبقوا تحت، مش هتحتاج ان انتي تعملي بتاع ده ان انتي تحطي شمع ليها وكده. بس هنا ممكن ايه ان انت تلزقيها لو انت عندك ايه الكرتونة هتغطس لتحت وكده ومش عارفة تظبطي الفتحة. هتعملي حوالين ده. بص ايس البنتي عملت الفويل ازاي اهو. بص جزء الازازة من فوق. التانية طبعا انا لفيتها كلها بالفويل، يعني حطيتها جوه بعض ولفيتها بالفويل. واوريكم انتوا ممكن تعملي كده جزء ده لوحده وايه والجزء التاني لوحده وتدخلهم ايه في بعض، هيخش على طول يعني، غير الاولانيه. بس الافضل لك الصراحه ان انت لفي الاتنين مع بعض. هنا انا اهو دخلته وبعمل جزء الازازه كده. هتعمل لك نفس القدر اهو. بصوا بقول لك ممكن تعمليها كده ممكن تعمليها كده. تمام. جبت بقى العصيان دي. انا لا هفتح لسه الاول ايه مكان القدره. والله يا جماعه والله العظيم على الطبيعه احسن يعني. انا وانا بتفرج وكده بمنتجه زعلانه ان هو مش مبين حلاوه العربيه اللي انا عاملاها. بص كده تمام. ايه اهو. هفتح لها من هنا وبعد كده ايه هشيل كل الحاجات اللي هي الحفر دي. ما انا اسفه يا جماعه لو صوت الاولاد ظاهر، بس انا الصراحه ما مش عارفه اسيطر عليهم يعني. هما ايسل وكيان بيعيطوا، فخلاص دول خلاص مش هيسكتوا ولا يعني. ايسل مش هتسكت إلا لما تاخد اللي هي عايزاه. بس كده تمام كده. بص هحفر يا جماعه. اوحش حاجه في الفيل ده اللي هو بيبهدل الدنيا. يعني انا على قد تعبي بقى وبهدلتي في بهدلت شقتي في الفيديو ده عشان اصور لكم بقى حاجه ايه تعجبكم كده. يا ريت بقى تدعموني وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. انا مش ما يعني شجعوني يا جماعه شجعوني، مش هتخسروا حاجه يعني. هو انا عارفه اللي بيحبني هو اللي بيدوس اللايك لكن المغلولين مني ومش طايقني وكده بيخشوا معرفش ليه اصلا بيتفرجوا. بس هو فضول يعني، بس ما بيضغطوش ولا لايك ولا الكلام ده يعني. وعلى فكره احب اقول لكم ان الديسلايك برضو بيفيدني في القناه، يعني حابه تحطي الديسلايك حطي. عامه يا جماعه انا الحمد لله الحمد لله انا بحب الناس كلها، بس انا ما اعرفش يعني في ناس كده ربنا يعني يشغلهم عنا ويبعدهم عنا يا رب ويعني وحسبي الله ونعم الوكيل. بيحبوا يؤذوا الناس، ربنا يعني يؤذيهم في أعز ما ليهم، يعني في نفسهم في أعز ما ليهم حاجة توجعهم بس عشان يبطلوا أذية في خلق الله. حسبي الله ونعم الوكيل. حق الأيام المفترجة دي إن شاء الله. هنا يا جماعة أنا هو بوريكم. بص أنا رجعت إيه. أنا آسفة طبعا إن أنا بس أنا بوصل رسالة من خلال الفيديو برضو يعني. هنا انا مسكت القدرة. بص لفيتها كلها بقى ايه بالفويل عشان انا حباها كده، يعني انا حابه ان هي تتلف كلها كده. بس اوريكم ان ينفع كده وينفع كده. هنا بص هشيل كل بقى اللي جوه القلب عشان خاطر اسقط القدرتين جوه الكرتونة. اه بصوا فتحتها كده خالص كده افضل افضل جدا.
لان هي هتاخد شكل القدرة بالظبط، شكل العربية الفول لما بتبقى القدرة جواها كده ومن تحت العيون دي شغالة. هنا هو بفتح للتانية برضو هشيلها عشان لقيت طبعا ايه الافضل ان احنا نشيلها، يعني كانت بصراحة جميلة. ياه، نفسي اجيب الفانوس البشمعة ده بتاع زمان، وانزل بقى وحوي في الشارع ايام رود الفرج. ياه، كانت احلى ايام حياتي والله العظيم. هنا بص انا بنفض طبعا ايه، بنفض اللي عليها، وبعد كده ايه، دي العصيان يا جماعة، انا غلفتها كده بالفويل برضو. العصيان، انا بوريكم ان دي العصيان بتاعت الشيش طاووق. بص هحطها كده، هرشقها ايه كده هنا، واحط الناحية التانية، يعني ايه هقعد هحط كذا واحدة. بس من الافضل يعني ايه، انا هوريكم دلوقتي انا هعمل ايه. دي كرتونة اهي، انا هاخد الجزء اللي هو متني ده عشان طبعا اعمل بالرفوف. تمام، اهو انا بقيس اهو كده، بقص بالمقص اللي انا بقص بيه ايه القماش بتاع الملايات بتاعتي اللي انا ايه بعملها كده ايه. او انا هقص وهقيس، بعد كده هتنيها ايه ناحيتين كده، هتعمل معايا ايه الصفين. ويا ريت لو عندك ابلكاشة مش محتاجاها، يعني انت ممكن تعملي ايه بالكرتونة، ممكن تعملي بالابلكاشة. الابلكاشة برضو سهلة ان انت هتقطعيها وايه وتغلفيها. يعني انا هوريكم، انا هغلفها طبعا الاول بالفويل زي ما انتوا شايفين كده، ورق الالومنيوم قصدي. ماشي، هغلفها بيه وكده. ومعلش انا مش مركزه في الكلام اللي انا بقوله عشان خاطر ايه، صوت ايسل اساسا معصبني انا. فانا هعمله كده في الاخر، هلغي ده كله وهعمله ايه بالقماش زي ما انتوا هتشوفوا. يعني انتوا شفتوا المقطع الاولاني وكده العربيه، هتشوفوني انا هعملها ازاي. بص هنا يا جماعه، انا حطيت حته خشبه من تحت عشان ايه اثبت عليها، اللي هي زي العصيان بتاعت الشيش طاووق. خدت نصها قسمتها نصين، حطيت نص في نص ما بين الخشبية والخشبة، حطيت نص واحدة عشان ايه اثبت عليها بالشمع. تمام. بص والله يا جماعة تحفة تحفة تحفة. انت كمان زودي الاطباق عن ما انا عاملة وكده. الاطباق دي غطيان على فكرة، غطيان غطيان بطرمانات والحاجات دي. حتى بتاع اسمها ايه، اسمها اللي بنغرف بيها دي، يخرب بيتك، المغرفة متهيألي اسمها المغرفة اللي هي بتاعت الفول دي. تحطي تحطي بقى ايه عملتها بغطاء ازازة. وجبت برضو ايه نص اللي هي بتاعت الشيش طاووق دي، قسمتها نصين، وبرضو ايه غلفتها كلها بالفويل. ورحت ايه عاملاهم كده، يعني عملتها كبشة بس. واحطها بقى ايه على القدر. او بصوا الغطيان، بقول لكم الغطيان، بصوا الغطيان اهي. دي لان انا كنت طبعا عاملاها قبل كده، ولما زي ما قلت لكم كنت مجهزه زي ما قلت لكم كنت مجهزاهم وكده. بس ايه اما النجفه ضربت وكده اتلهيت وسبت كل حاجه. ودلوقتي ايه بعمل من اول وجديد ده بعدها، يعني بيومين او يعني التصوير ده. نفسي اعرف انا، بص ده العجل، بوريك برضه العجل. بصوا اللي هو قطع الفيلم دي، او علب صغيره كده، ممكن تعملي بيها العجل عادي. انا استخدمت اللي هو الفل ده، قطعته قسته بطبق، وقطعت دوريات كده. تمام، جميل برضو مش وحش. وحطيت فيه خلل الاسنان وايه، وشبكته كده من تحت. انت ممكن ايه لو ما عندكيش خلة اسنان بحته شمع كده، والزقيها في والزقيها في العربيه. بس والله تحفة، والله تحفة جدا. يعني أنا كنت أنا عايزة لسه أعمل الإيدين اللي هو بيمسكها بتاع الفول دي، عشان يمشي العربية. راح أبو مروان وكده قال لي هي كده شكلها جميل، ما تعمليش فيها أي حاجة تاني. لأن طبعا الأولاد كانوا عاملين زي، معرفش انتوا سامعينهم ولا لأ، الهيجان اللي هم عاملينه ده بقى، وآيس ماسكة الفيل أو الغطا الإزازة أهو، بعملهولكوا. ايه ده راح فين؟ اتقطع.
غطا الإزازة طبعًا وكده، فعملته أهي الكبشة أهي متعلقة فيه، عملته بنُص عصاية بتاعة الsticks اللي هي بتاعة الشيش طاووق، ولزقتهم وعملتهم المغرفة. هنا بقى بُصّوا بعد ما عملت طبعًا بالفويل قُلت لكم إيه، أنا هارجع أعمله بالقماش، على فكرة بالقماش أحلى وأنطق يعني أحلى، ادّى الشكل بيّن عربية الفول يعني، ظهرها. التاني كان على طول بيدوي كده وبيلمع زغل العين الصراحة. فأنا حبيت أعمله بالقماش. كيان بنتي طبعًا أنا مسرّعة الفيديو عشان إيه هي دي مش حركتها، هي يا روحي جبتها قدّامي كده هي برضه إيه، أنا كنت بانجز أي حاجة حتى تلاقوني قلعت الطرحة، خلاص اتوترت واتخنقت بُصّوا حطّوا بقى إيه كل عصاية يا جماعة من اللي إحنا حطيناها دي، خدوا جزء من الكرتونة كده مربّع تمام، حطّوه على كل عصاية حطيناها، يعني ال4 عصيان دي حطّوا فوق كل عصاية وعصاية جزء كده من الكرتونة مربّع صغيّر كده، تمام، هتمسك معاكِ الكرتون اللي هو الأرفف أفضل من أمّا أنتِ تعلّقيها كده، يعني كده بُصّي أنا شِلتهم تاني بعد عشان آجي أعملهم بالقماش، بُص حطيتهم بكل سهولة، هاحط حتّة الشمع وخلاص كده إيه هيلزق على طول معايا، تمام، تمام، أهو. أنا بُصّوا يا جماعة وأخيرًا أيسل جات لنا، أتاري العياط ده كلّه عايزة تخش عشان تقول إيه، تسجّل صوت مع ماما، خدي يالّا سجّلي صوت قولي كل سنة وأنتم طيبين. لأ اتكلّمي حلو يالّا، يالّا قولي كل سنة وأنتم طيبين. حطّوا لايك يا روحي. طب هُم ما سمعوكيش، قولي حطّي لايك. لأ علي صوتِك يا أيسل. خلاص مش هاخلّيكِ تسجّلي. كده إحنا يا جماعة إيه، أنا باحط الأرفف أهو، تمام. كمان برضه الرفين دول هاشيلهم دلوقتي أعملهم قماش، بس والله العظيم عربية تحفة، يعني أحلى كمان بتاعة السنة اللي فاتت، بتاعة السنة اللي فاتت أنا كنت عاملاها قدرة واحدة، وكنت عاملة عصيان والكلام ده وكده، هنا كنت عاملة عصيان اللي هي العربية اللي بتتزق بيها، بس دي بصراحة القدرتين والأرفف دي السنة دي أنا عملتها إيه يعني حدثتها، حدثتها المرة دي وطلعت فعلًا تحفة جامدة أوي، يعني أحلى كمان يعني أجمد من السنة اللي فاتت. بس وبحاجات بسيطة ولا تروحي تشتري أم 300 و400 و500 و600 دي أنا ما أعرفش أساسًا هُم بيبيعوها إزاي كده، بس يعني والفرق بس إن أنتِ تحطي إيه عليها فرع نور، أنا جيت هنا الصراحة كنت هاحط عليها فرع النور ومطلعاه، بس أول ما أنا يعني خلاص أنا حبيت إن أنا أوصل لآخرها عشان خاطر الأولاد بقى عمالين يعيطوا والكلام ده، زي اللي هُم عاملينه دلوقتي. أول ما باقول يعني بسم الله ما شاء الله، أول ما أقول هاصوّر تلاقي الصوات والضرب كل حاجة عملوها في بعض، يعني حتى أمّا آجي أصوّر وهُم نايمين يصحوا، هُم ما شاء الله يعني هُم مش عايزينّي أعمل حاجة يعني. ماما. إيه؟ شنو؟ لايك واشتراك. طب هُم ما سمعوكيش، قولي لهم لايك واشتراك. لايك واشتراك. اللايك والشاق، حطّوا بقى لايك واشتراك عشان خاطر أيسل. يا رب العربية تعجبكم. هنا يا جماعة ده اسمه جبلان، ده كان عندي يعني أنا باحطه في الملايات بتاعتي وكده، فالصراحة أنا جيت قُلت إيه هاشتري اللي هو الفرنشات، قُلت طب أنا ليه لسه هاشتري فرنشة ما د بتحبهم أوي يا روح قلبي، يا حلويات الأم. هنا رُحت أنا إيه قُلت طب وليه، طب ما أنا عندي جبلان، رُحت قُلت أحط إيه الجبلان بقى كده لزّقته بدل الفرنشات وادّاني شكل والله تحفة يعني. أنتِ زي ما أنتِ عايزة، عندِك عايزة فرنشة هاتي، عايزة زي ما أنتِ عايزة، عايزة تعملي القماش بتاع رمضان ده سامبوكسات كده وتعلّقيه شغّال تمام، والله يبقى جميل. أنا لو جاتني فكرة القماش سامبوكسات وكده كنت عملته، لكن هي ما جاتش في فكري إلا وأنا باسجّل معاكم دلوقتي، شُفتوا بقى؟ أديكم اديت لكم الفكرة وإيه وأنا ما عملتهاش، يالّا ما علينا، صح يا أيسن؟ صح. صح، ما يغركوش بقى شكلي هنا بقيت متشردة وكده، أنا خلاص
الأولاد كانوا مضايقني لأن أنا أحب أشتغل في حاجة طالما اشتغلت فيها أخلصها، ما حدش يعطلني. هنا خلاص أنا كنت بفنش بقى. صح. صح يا أيسن؟ صح. صح. طب ما انت عارفة ان صاحب بتجننوني ليه يا كلبة؟ مم. مم، حبيبة ماما. ماما شيشة واحد. طب يلا قولي لهم كل سنة وانتم طيبين. الكلام حلو يا ايسن. خلاص ما تتكلمش يا ايسن. ايسن بتتمايس، عايزة انا احط لها المايك في بقها، هي تمسك المايك. هنا خلاص يا جماعة هنا. ماشي، هيحطوا لايك واشتراك. هنا بقى خلاص انا كده فنشت. بحط بقى خلاص هنا كده. ومش يعني انا اكتفي خلاص كده، مش هحط حاجة تاني. انتوا هتشوفوا النهاية بتاعتها هي المقدمة اللي انا حطها ايه في الاول يعني. يا رب الفيديو يعجبكم ويا رب، وان شاء الله باذن الله تشجعوني وتدعموني واللي نفسه في حاجة ان انا اعملها له اعملها باذن الله. وان شاء الله يعني ربنا ما يجيبش حاجة وحشة. ان شاء الله اعمل لكم فوانيس رمضان الزينة. وان شاء الله يا رب محتوى يكون كويس ويعجبكم. وشجعوني وادعولي بحق الايام المفترجة دي ان ربنا يشفيني باذن الله. ويشيل عني. يا رب ان شاء الله، يا رب يشفي كل مريض. عشان يعني الحمد لله. الحمد لله على كل حال. هنا انا خلاص كده تمام. دي كانت عندي على فكرة، انا بعمل الحاجات دي كانت عندي فقلت اعلقها كده، وحطيت طمطم بتاعت مين؟ بتاعت ايسل. قلت بس هنا الإضاءة معلش بقى، هنا ايه كنت حابة ان انا اوريكم الخلاصة بتاعتها. بس هنا ايه انا شغل الإضاءة. بس والله هي مظلومة في الكاميرا. بحبكم جدا يا احسن ناس في الدنيا، وربنا يجعلها ايام خير وبركة وسعادة علينا جميعا. واللهم بلغنا رمضان، وكل سنة وكل ام طيبة. وربنا يرحم امي ويغفر لها ويجعلها في الجنة ونعيمها ان شاء الله. يا رب ان شاء الله وصبرنا. ويخليكم امهاتكم يا رب ان شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. وبحبكم جدا يا احسن ناس في الدنيا. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. ويلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.